السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع هنري وهو خارج من الخدمه وراجع للدار، وغتكون مراتو ديبي في الدار وغتكون فرمليه وهما كيتعشاو. قالت له السي محمد راه خاصنا وليدات، وقال لي اصبري شويه على ما نترقعوا في الصالير. وعلى غفله غيسمعوا الدقان في الباب، مع خرج غيلقى ايدي وجو جيرانه وصحابو من الصغر، وجو كان مريض وغيدخل باش تداويه مراتو حيتاش فرمليه، وغيطلب ايدي من هنري باش يمشي معاهم حيتاش عندهم ماتش وجو مريض. ما غيرداش في وجههم هنري وغيمشي معاهم. وهما في الطريق غيوقفوه قبالة واحد البنكه وقالوا ليه غنمشيو نجبدوا الفلوس ورجعوا بالزربه، وخليك مديماري باش من تم لتم. ملي مشاو غيشوف الطوموبيل مديماريه غير بالسلوكه، وهنا غيبدا يشك. وكان العساس ديال البنكه كيشري القهوه حداهم. ملي خرج غيلقى الانذار تطلق والعصابه هاربه، وغيشوف هنري في الطوموبيل لابس بحالهم وغيشدو. وفي التحقيق سولوه على العصابه اللي معاه. هنري عرف راسو مشدود سواء اعترف سواء لا، وقرر باش ما يعترفش وغيحكموا عليه ب3 سنين. وفاش وصل غيلقى ماكس معاه في الزنزانه، تعرفوا على بعضياتهم. ولا غد ليه ينزلوا يفطروا، وغيقول له ماكس باللي ضروري غتكون كتسول راسك علاش دخلتي للحبس، وقال له بلي كل واحد هنا ما كانش ناوي يولي مجرم بحال هاد خونا، كان كيحلم يولي طبيب قبل ما يدخل الحبس. وسولو انت شنو الحلم ديالك؟ قال له انا طالب غير التعادل ونعيش هاني. دازت 6 شهور غتجي عنده الفرمليه مراتو، وقالت له بلاصتك عمرها الساط وبلي باغا تزوج. وغدوز الايام وكان ماكس كيعاود لهم الخبير ديالو وبلي هو ما باغيش يخرج من الحبس. والسجناء كانوا كيعطفوا على هنري حيتاش عارفينه بريء من الجريمه ديالو. وفاش رجعوا للزنزانه هنري غيسول ماكس على الحلم ديالو. قال له الحلم ديالي نبقى في هذا الحبس واكل شارب. وغيسول هنري علاش ما اعترفش بصحابه. قال له بلي ما جاتش هما هربوا وانا نبرقق بيهم. وفسرت العقوبه ديال هنري، حاول يقنع ماكس باش يخرج حتى هو. وفاش خرج مشى للدار وغيلقى مراتو تزوجات بجو صاحبه، وغيشوف باللي مراتو حامله. وجو غيفشر عليه وقال له بلي دار تجاره في اللواني ديال البلاستيك، وعرض عليه باش يخدم معاه، ولكن ما بغاش. وقبل ما يمشي غيشكرو جو حيتاش ما بلغش بيه. وغيمشي هنري لواحد لوطيل وبقى كيفكر في الماضي ديالو مع ايدي. وغيشوف التلفازه اشهار ديال الممثله جولي ايفانوفا. شويه غينزل لداك البنكه اللي بغاو يسرقوها صحابو، وبسببها دخل الحبس. وهي ضربوا واحد الطوموبيل وغتكون جولي ايفانوفا هي اللي ضرباتو. وغيجي البوليس وقال لها بلي شفتك كتهضري في التليفون، وغيديه هنري القهوه باش يرتاح. وغتبعو جولي باش تديه للطبيب، ولكن ما بغاش وقال لها ما وقع والو. وفاش دخل الحمام غيلقى الجورنال فيه خبر على نفس البنكه، وغيكونوا حاطين الخريطه ديال البنك باش يلاه تبنى. وغيعرف هنري بلي كاين واحد النفق ما بين البنك والمسرح اللي حداه. ومشى عند ماكس للحبس وقال له ياك بغيتي تعرف الحلم ديالي، ايوا طرطق وديناتك وسمع. قال له انا باغي نسرق البنك اللي بسببها دخلت للحبس. وطلب من ماكس باش يعاونو، ولكن ماكس ما بغاش حيتاش ولا في الحبس وما يقدرش يخرج. لغد ليه مشى هنري للمسرح وغيشوف جولي كتدرب على واحد المسرحيه جديده. جلس كيتفرج فيها من بعيد، وفاش مشات للاستراحه غيتبعها وغيسحب ليها باللي بغا تعويض على القصيده اللي ضرباتو، ولكن قال ليها بغا يتهاود معاها وصافي. وبقاو كيهضروا على المسرحيات اللي دارت، وغيعرف باللي هذه اخر مسرحيه وغتمشي بحالها لمدينه اخرى، وشكراتو حيتاش ما بلغش بيها. اما ماكس غيكون دورها في راسو ودفع الطلب ديال السراح، وعطاهم سبب منطقي باش يخرج. وفاش خرج غيلقى هنري كيستناه، قال له جاي تستقبلني وما جايب معاك حتى برويطه باش توصلني، وبغى يرجع للحبس. وغيديه القهوه اللي فيها البلان. وماكس قال له بلي خاصنا ندخلوا للبنك مسلحين، وهنري قال له ندخلوا سولو باش ما ناديو حتى شي واحد. وغيدخلوا للبنك وغيشوفهم فرانك. وماكس غيكذب على الموظف وقال له بلي واحد جدي ملي كان قدي خلالي واحد المصيرفه عندكم. وقال له الموظف عطيني غير روسي ومرحبا. وفاش سالا والهضره غيضربوا دويره باش يكتشفوا شنو تما. وعلى غفله غتخرج جولي من الباب اللوراني ديال المسرح وسولاتهم اش كيديروا هنا. غيطلقها عليها ماكس تاني وقال لها جيت نشوف الذكريات ديالي، وبقى كيقول لها ايه هي الايام شحال مثلت هنا ملي كان المسرح مازال دار الشباب. وغتدخل توريهم المسرح وتستافد من ماكس حيت هو تبارك الله ممثل صحيح. وغيجي مساعد المخرج باش يهضر مع جولي، وغيغمق عليه ماكس وداه كيعاود له الخبير وسلو لسانه وغيعرف فين كاين النفق بالضبط. وجولي بقات كتهضر مع هنري وقال لها بلي يلاه خرج من الحبس. وفاش رجع ماكس غيعرف هنري بلي تطوع باش يمثل معاهم. وقبل ما يمشيو دار مع جولي رونديفو باش يتعشاو، ومشى للوطيل كيفكروا في الخطه. ومن بعد خرج هنري مع جولي باش يتعشاو، وقالت له بلي الحلم ديالها تمثل في هوليوود وغيديها لواحد البلاصه الهربه. وقال لها بلي دخل الحبس على قبل واحد البنك، وقال لها دابا غيسرق البنك ديال بصح. وغضحك جولي وقال لها بلي غيسرقوا من النفق اللي تما. عجباتها الصراحه ديالو وداتو للدار، وبقاو كيمثلوا ادوار مسرحيه تما. ولا غد ليه غيرجع هنري للوطيل وكانت معاه جولي. وماكس عرف بلي جولي في خبارها البلان ديال السرقه
تعصب ولكن تقبل الفكره وجلسوا يفطروا وسولاتو علاش دخل الحبس وقال ليها كان نصاب. ومن بعد غيمشيو للمسرح وماكس غيعطي لهنري الخطه وقال له يلعب دور البطل في المسرحيه باش يدخلوا النفق وقت ما بغاو. وفاش طلع البطل الكاستينغ قدام المخرج غيغلط في السيناريو والمخرج غيجري عليه. وخرجات جولي لبرا وغتلقى ماكس موراها وقال لها بلي هنري هو اللي يصلح للبطوله حيت هو محتاج يمثل وحنا محتاجين نافق. وعرفاتو بلي هو اللي بدل السيناريو باش غلط صاحبنا. ودات هنري تعرضو على المخرج وغيقتنع به المخرج وهو فرحان. وهكا غيدخلوا النفق مرتاحين وبداو كيهرسوا الحيط. وفاش دخلوا غيلقاو قبالتهم واحد الصور ديال السيما وخاصهم اللي يعاونهم. وغيلقى جو سكران والتجاره ديالو مشات وقرب يتزاد له الولد وخاصو الفلوس وغيعرض عليه هنري باش يسرق معاهم وداه باش يشوف بعينه. المهم جا الوقت وكان هنري كيتدرب في المسرحيه وماكس وجو كيحفروا. وواحد النهار غيخرج فيهم فرانك وقال لهم في الاول شفتكم خارجين من البنكه ودابا شفتكم خارجين من المسرح. وقال لهم باللي عارف شنو كيدور لهم في دماغهم وغيركب معاهم في الطوموبيل وقال لهم باللي البنك غيكون فيه من 8 حتى 12 مليون دولار. هو الوحيد اللي عارف امتى غتجي الطوموبيل اللي فيها الفلوس. وقال لهم باش يدخل معاهم شريك وباللي مراته مريضه والبنك معقلش عليه. وبالليل غيكون هنري كيفكر مع ماكس غيديروا بالفلوس اللي غيسرقوا ولكن غيدخل جو معاه ايدي وكان عارفهم باللي غيسرقوا البنك. تعصب ماكس وكان باغي يضرب ايدي ولكن في التالي غيدخلوه شريك ما عندهم ما يديروا. لغدي غيمشيو للمسرح وهنري قال لهم باللي ما يقدرش يبعد على جولي وغيفكروا ماكس باللي خرج من الحبس باش يسرق البنك ماشي باش يعيش مع جولي. وبالليل هنري غيقول جولي باللي خاصهم يسرقوا النهار ديال الافتتاح ديال المسرح وباللي غيهرب داك الساعه وغتعصب حيتاش المسرحيه ديالها غتضيع وما غتوليش تشوف هنري مره اخرى. لغد ليه غيوجدوا راسهم وغيمشيو للمسرح. وفاش دخل الجمهور غتبدا المسرحيه وهنري غيقدم الدور ديالو بشكل عادي. وفي نفس الوقت وصلات الطوموبيل ديال الفلوس وبداو كيدخلوا الفلوس للبنكه. وفرانك غيصيفط ميساج لماكس باش يتحرك وايدي غيكمل الحفير ديال النافق وغيجي هنري باش يتاكد وغيرجع للمسرحيه. ولكن ملي سرقوا الفلوس ايدي غيخونهم وغيضرب ماكس. غيجي هنري لتما وغيتحاماو في ايدي وغيشدوه ولكن هنري غتجي فيه قرطاسه في رجلو وغيكونوا كيعيطوا عليه في المسرحيه وغيمشي يكمل وحتى واحد ما شاف رجلو. وماكس وجو ربطوا ايدي في النافق وغيخرجوا الفلوس للطوموبيل ديالهم. خرج هنري عندهم وقال لهم يمشيو وهو يكمل المسرحيه مع جولي ويتبعهم. ودخل المسرحيه قدام الناس وقال جولي بلي كيبغيها وطلب منها تمشي معاه لموسكو والجمهور غيعجبو الحال وغيطلب منها توافق. وهنا غيسالي الفيلم ديالنا وتسناونا فيلم جديد ان شاء الله.